أنا عايزة أكلمكم من قلبي شوية. يمكن الكلام ده يلمس واحدة فيكم، ويمكن واحدة محتاجة تسمعه. إحنا ساعات من كتر ما بنتعود على الناس اللي حوالينا بنفتكر إن وجودهم طبيعي، وإن أي كلمة بتوجعنا أو أي تصرف بيكسرنا عادي، بنعدي ونسكت ونكمل لحد ما في يوم تكتشفي إنك مش زي الأول. روحك بقت مرهقة، طاقتك قليلة، وبقيتي مش فاهمة ليه كل يوم بتحسي إنك أضعف من اليوم اللي قبله. العلاقات السامة مش دايما ألفاظ حادة أو صوت عالي، ساعات بتبقى كلمة من تحت لتحت، ابتسامة سخرية فيها تقليل منك، تجاهل لمشاعرك، إحساس مستمر إنك مش متقدرة أو إن وجودك مش فارق من أساسه. وأصعب علاقة هي اللي بتستنزفك من غير ما تاخدي بالك، تبقي بتحاولي وتتنازلي وبتعتذري وبتصبري نفسك وبرضه مش طايلة غير وجع القلب. وأنا عارفة إن في بنات كتير بتستحمل، مش لازم يكون عن ضعف، ساعات كتير بيكون خوف من الوحدة أو عشان شايفة إنك ملزمة تستحملي. عايزة أقولك أنت مش ملزمة تكملي في علاقة بتقضي على سلامك النفسي وتكسر في ثقتك بنفسك. فوقي، أنت مش ملزمة تتحملي كلمة بتقلل منك، أنت مش ملزمة تفضلي في مكان مش شايف قيمتك. سلامك النفسي مش رفاهية، ده حقك، وكسر الخواطر ده كبير قوي عند ربنا. ربنا كريم رحيم، ما يرضاش لحد يعيش مكسور الخاطر. لو في علاقة بتسحبك وبتطفيكي، خدي خطوة لورا فوراً. اختاري نفسك، اختاري راحتك، اختاري اللي يشيلك فوق راسه مش اللي يشيلك الهم. وفي نفس الوقت خلي بالك، مش كل مؤذي بيبقى قصده يأذي، في اللي محتاج يتعلم، وفي اللي محتاج حد يفهمه، وفي اللي مش مناسبك وخلاص. وأهو كل شيء نصيب، وإحنا كستات قلوبنا بتتعلق بسرعة. وعشان كده بقولك، لو انت مش عارفة تاخدي القرار، قولي يا رب قدر لي الخير حيث كان وارضني به، وسيبي ربنا يختار. لازم نعود نفسنا على صلاة الاستخارة في كل صغيرة وكبيرة، لأن اختياره دايما أصح من اختياراتنا. ووسط كل ده اختاري الناس اللي وجودهم في حياتك راحة مش ضغط، ضحكتهم تفتح نفسك، كلامهم يطمنك. ولو لسه قلبك موجوع دلوقتي، صدقيني أزمة وهتعدي، وهتحسي يوم بعد ما ربنا ينجيكي إن اللي كنت متمسكة بيه وزعلانة قوي عليه كان سبب همك وبعدك عنه غنيمة. وآخر حاجة عايزة أقولها، خلي حواليكي ناس سوية مسالمة، وتعلمي تقومي بنفسك كل ما تقعي، وخلي اعتمادك على رب العالمين.